السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو يا جماعة الخير راح استكشف الروضة المهجورة الجزء الثاني. نفس هذه الفكرة يا جماعة قبل تقريبا 3 أشهر، بس مع الأسف ما دخلتها. لا 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 لا، مو لأني كنت خايف، لا خلاص والله سمعت صوت والله. المهم لا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا خلينا نبدأ الفيديو. صار عندي لقلوق والله. This is kindergarten guys. أقول لكم الإنجليزي لعبة إيمان. الروضة يا جماعة يقولون صار لها 15 سنة تقريبا مهجورة. اليوم راح نستكشف وراح نشوف. الفيديو طاف يا جماعة الخير ما دخلت. اليوم راح أدخلها بإذن الله. بحكم أن أغلب متابعيني عراقيين، اليوم هذا الفيديو راح يكون برعاية اللهجة العراقية. يلا يابا شو تسوي؟ هي الروضة المهجورة يا جماعة. بسم الله خلينا ندخل. هي من وين نريد نبلش يابا؟ من وين؟ لك عيني في جني هنا. اعوذ بالله. لا تشيب. في جماعة يصير نفس فيلم الرعب، اول ما ادخل يتسكر الباب. زين يلا خلينا ندش. انا قاعد لازم اتكلم باللهجة العراقية. المهم يابا اكو جني عراقي هنا. هاي ايش بيك عيني؟ ايش جا تسوي؟ جماعة هذا هو المدخل. كالسهم أتراجع خطوة للوراء لكي أنطلق متقدما. أوكي خفت من هاي. تمام ندخل ولا شنو الحين؟ يا عمي ادخل شو راح يصير؟ أوكي أول شي عندكم هاي الكهرباء. زين يعني ما قاعد يتهيأ لي ولا شنو؟ ثاني شي عندكم هذا المدخل يا جماعة. يعني ودي أفهم هذا شنو؟ إيش حاطينه؟ يمكن الإشراف هني. تمام يلا خلينا ندخل. المهم أعتقد أن هذا صف. هذا هو الصف يا جماعة. أنا ما أقدر أتكلم من الخوف. المهم هذا هو صف يا جماعة. شنو اسم الصف ما أدري والله يا جماعة. والله في صوت يا أخي، بس ما عليك هاي هوا. تمام زين. هذا هو الصف نفسه. هذا هو الساحة يا جماعة. أنا أذكر يوم كنت أطوف من جنب صوب هاي الروضة، كان في هني يعني مراجيح وكذا، يعني ألعاب حق يهال. تمام والله يا جماعة الخير توترت قاعد أرجف. شوف الباب يا جماعة، شوف الباب، شوف الباب يا جماعة. والله كان يتحرك. المهم ما علينا. هذا صف يا جماعة ثاني على ما أعتقد. شنو صف هذا؟ لا ما أعتقد إنه صف. وبعدين شنو الكتابات اللي موجودة على الجدران؟ ودي أفهم. أكال حمام. هذا الحمام يا جماعة. شو الحمام صغير طبعا، يعني روضة يعني ناس صغار أكيد راح يكون حمام صغير. المهم هذه الروضة يا جماعة. أخيرا دخلناها وكسرنا حاجز الخوف. زين شوفوا يعني الشيء إذا سويتوه بالبداية تكونون خايفين، لكن لما تصيرون بنص الشيء ترى خلاص الخوف يروح. خذوها عن تجربة. عندكم هذه يا جماعة أعتقد إن هي مكتبة ولا شيء والله ما أدري. لا لا هاي القاعة. قاعة شنو ما أدري لا تسألوني. وهني يا جماعة الخير الحمام تكرمون. أوكي تمام. خلينا نشوف يعني شنو فيه. فصل الأزهار يا جماعة. حبيبي هذا الكلام ما يطبق على الوضع حاليا، تمام فشيلوه. فصل الدماء. هذا المطبخ. بعد عندكم مطبخ؟ والله مدلعين والله. عندكم مطبخ ها؟ لا كاسترياس ما عندنا. فصل البطة. هاي فصل البطة يا جماعة. صف البطة. بطة شكلها. اوكي زين. هني هو المدخل اللي مساعد خلنا يا جماعة. اشراف الإدارة. تنزل على صف. خلاص حطيناك. ما زال انا فوق بعد. اوكي
هني فصل الشرافة. يا جماعة من التوتر ما أقدر أتكلم. أوكي، فصل الفراشة صوبها اللي هي حجرة الكمبيوتر. فصل المطبخ، حجرة الكمبيوتر. احنا حمام حاطينه ودليلنا عليه. المهم هذه الربة يا جماعة اللي عجزنا ندخلها. يلا، اني هنا بنص الروضة اكو جني يتحداني. لا يا جماعة ترى الكلام هذا ما يصير. اوكي خل نروح هناك وراي نشوف شنو فيه. اي صدق يا جماعة ترى الكلام هذا ما يصير. انا اقول اجي طاريهم وكذي ما يصير. خاف يطلع علي صدق يعني يطفش. هذه يا جماعة الخير من ورا. شوفوا هني. هاي شنو هاي بعد؟ شنو هني شنو فيه؟ والله مدلعين يا اخي. والله مدلعين. دافعين فلوس اكيد راح يكونوا مدلعين. فالزمن ما تمشي امورك الا تدفع فلوس. بس والله يا جماعة الخير اللي كانت الروضة الحين يمكن عمان صارت كبري. الحين كبري تقريبا 15 16 سنة. اخر جيل يعني دخلوا الروضة الحين عمان 16 15 سنة. ما قاعد اتكلم عن الاجيال اللي من قبلهم. تمام. الحين يعني في منهم اللي تزوجوا قبل عيال. زين فصل السمكة. اوكي ما في يعني حاليا. والله ما جمعت خير الكلام ما قاعد يدخل في بالي من كثر ما انا متوتر. المهم هذه الروضة. فالناس اللي كانت في الروضة هذه الحين يشوفونها ذكريات. انا اقول لكم هذه اسوأ ذكرى يمكن تكون في حياتكم. هاي الروضة يا جماعة اي شخص يقدر يدخلها، بس لازم يكون شخص يعني قوي نفسيا. اي لازم يعني عشان ما يخاف. عرفتوا؟ المهم هذه يا جماعة الخير البوابة. انا يا جماعة الخير طبعا شوف القمر طالع. انا يا جماعة الخير طبعا دخلتها في النهار عشان شنو؟ عشان مو لاني خايف، لا عشان الاضاءة. عرفتوا؟ والله في اصوات يا جماعة. المهم هذه الروضة يا جماعة الخير واستكشفناها. اوكي. ف شوفوا يا جماعة، شوفوا اتحدى واحد فيكم يجي يدخلها. ما يصير حد يدخلها الا اذا عندك قوة قلب. تمام. الباب هذا شو يسوي هني؟ يعني على توقعاتي ان هذا الباب ثقيل. تمام. ثقيل شوي. فما حد يقدر يشيله وينقله ويكسره ويخليه في مكان ثاني الا اللي في بالكم. صح. وهذه بعد انا يعني ودي افهم من اللي جاب هذه من الحمام عزكم الله كسرها هني. ودي افهم من. يا جماعة شوفوا شنو كاتبين. اهلا حمارة احبك. قاعد تقول اهلا وسهلا. والان تمام خلينا نشوف. اخ لو تحس مثل ما احس في انا. اوكي كل خير. زين. حتى هدف حياتي طلع تسلل. حلوة بس لا تقدر. اوكي يا جماعة الخير هذا شنو هذه؟ بس بدش شوف. هذه الروضة يا جماعة. شو السور. في جطة يا جماعة الخير اعذروني ما دخلتها بس طيب. تمام. العين ترى وتميل والقلب الشق كل جميل. اوكي. احنا يلي ينضرب فينا المثل خذ لك شنو صفنا فينا ما ادري شي قاعد يقولون الجماعة. لحظة ادراك ما حد فاهم كيف تغيرت الدنيا بعد 2019. والله هذه يا جماعة الخير يمكن من اكثر الكلام اللي مكتوب صدق. يعني صدق يا جماعة الخير والله ما يندرى شنو صار في الدنيا بعد 2019. يا جماعة الخير نطلع من هني بس خلينا نشوف شنو في ورا. شوفوا يا جماعة درايش
لاعبين خير الدرجة. شوفوني يا جماعة الخير. يو بسم الله الرحمن الرحيم. زين هاي اوكي، يمكن الروضة حاطينها. يعني تخيل التاير هذه يمكن صار له هني 25 سنة. اوكي هذه الروضة يا جماعة الخير. شوفوا جماعة الخير، هذه الروضة اللي معطينها أكبر من حجمها. هذه الروضة اللي خايفين منها وخايفين يدشونها. جيبوا لي شيء مستوى أعلى يا جماعة، جيبوا لي مستوى أعلى. شنو هذا؟ اوكي كذي نقول لكم خلصنا الفيديو، استكشفنا كل الروضة. تمام، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وفيديو الجزء الطاف الأول تحت في صندوق الوصف. يعني تستهبل من بطالع الجزء الأول وأنت أصلا ما دشيتها؟ ليش الناس فاضية؟ طبعا فاضيين، لو مو فاضيين كان ما طلعت الفيديو هذا. هو كلنا طايح حظنا. مع السلامة.